تعالى بقى اقول لك اغرب صفقة انا كصاحب محتوى او قناة شافتها. دي اغرب صفقة فعلا انا شفتها. صفقة اللي الاهلي عاوز ياخد نجم الزمالك ده الفريق. طب ده راجل زملكاوي ومعجون زملكة، معجون زملكة زملكة زملكة، انت هتاخده ازاي؟ طب يعني انت كمان رحت فوضته وقعدت معاه واتكلمت معاه، بس الكلام ده ما كانش رسمي. يعني الكلام ده كان كله شكل ودي ان هو انا بشورك. لكن الاهلي هو عاوز يجيب مهاجم ده معجون زمالك، قال لك انا هعتزل زمالك واعتزلت زمالك وهبقى زمالك وكل القصة. طب مين ده؟ مين هو اللاعب اللي الاهلي عاوزه للدرجه دي؟ وكمان انت عندك مهاجم كويس كالاهلي، انت عندك وسام ابو علي، عندك كهربا طبعا بعيد عن المستوى، عندك طاهر لما بيلعب في المكان ده بيجيد. فانت ما عندكش حد تاني، انت ما عندكش اي حد تاني حرفيا. عندك وسام ابو علي، وانت كان عندك موديست ومشيته، وعندك كهربا كنت عندك المهاجم الاساسي، فانت ما عندكش حد. طب مين هو بقى المهاجم اللي عايز تجيبه؟ هو ميدو، احمد حسام ميدو. الاهلي قعد مع ميدو من يومين بالظبط في مقر سكنه، شقته اللي موجودة في التجمع الخامس، في حيث ان هم عايزين يجيبوا احمد حسام ميدو. طبعا بعد ما احمد حسام ميدو قال انا هرجع من الاعتزال. طيب الكلام ده انا بقوله ده، هل هو حقيقي ولا هو مثلا كلام اجتهاد؟ لغايه دلوقتي انا اهو مش عارف بصراحه اذا كان حقيقي ولا لا، بس تقريبا ده هو حقيقي. لان الكلام ده مش طبيعي يظهر في الوقت ده. الاهلي ما عندوش مهاجم، وميدو حاليا 41 سنة. ميدو كان مكسر الدنيا في روما ومارسيليا ولعب كمان في توتنهام، بعد كده لعب في ايكس، فرق كتير جدا لعب في احمد حسام ميدو، زمالك، انا حاطط فرق برايتون، فرق كتير جدا لعب لاحمد حسام ميدو. بس هل احمد حسام ميدو لسه بحيويته؟ وقال لك انا بقالي اكتر من 3 شهور بجهز نفسي للظهور الاول. حسام ميدو كان معاه القناة، وكان معاه غزل المحلة، وكان معاه الدمياط. فهل يبقى الاهلي الضلع الرابع ولا لا؟ هنشوف، الايام الجايه لسه كتير وهنشوف يا ميدو هتعمل ايه.